ده الورد مهما دبل دي باقيه ريحته فيه. تقريبا المثل ده يتقال للاعيبه كتير من ضمنهم علي معلول. علي معلول النهارده بيقدر يساهم في فوز الصفاقسي التونسي 4-0 بجون واسيست. الجون انا عرضته لكم، في اسيست تاني بيقدر يوصل المهاجم للستة ياردة بتمريره ولا اروع. انا مش لاقي وصف لخروج علي معلول من النادي الاهلي غير ان هو جريمه كرويه، وان علي معلول كان يقدر ان هو يديك سنه او اتنين على الاقل. على الاقل تكون انت بتدور على بديل كويس بدل اللي احنا اللي بنشوفه دوت. والله اعلم يوسف بالعمري، اتمنى له طبعا كل التوفيق وكل الدعم. الله اعلم يوسف بالعمري هيدي مردود عامل ازاي. يا كابتن محمد رمضان، علي معلول جريته ما فيهاش حاجه، 100 فل و14. للاسف خسرتنا باك تاريخي للنادي الاهلي. علي معلول الراجل ياما ضحى للاهلي وياما حسم ماتشات مهمه، وكان جاي له عروض وهو في عزه مع النادي الاهلي، وهو قرر ما يستغناش عننا. احنا استغنينا عن اللاعب بكل سهوله بحجه ان هي الاصابه، والراجل خف من الاصابه بيقدم مردود طيب. بامانه لجنه التخطيط في النادي الاهلي تعيد وجهه نظرها في حاجات تانية كتير. بنشوفه لعيبه ما تستحقش ان هي تمشي وبتمشي، ولاعيبه ما تستحقش تلعب كوره اصلا وبنشوفها في النادي الاهلي. كل التوفيق للاسطوره علي معلول، كل التوفيق للنادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه